أهلا بكم في الغرفة. أهلا بكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة، وعايز أقول كمان إن قصتنا النهاردة مميزة جدا لأنها فيها جريمة قتل وشوية غموض. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. يلا بينا. ربنا فرجه قريب وما ضاقت إلا وفرجت. بس بعد شهرين من قعدتي في البيت بدون ما أطلع أي شغل لقيت الباب بيخبط، ولما فتحت الباب لقيت واحد واقف وكان تقريبا في نفس سني، وبعد ما رمى عليا السلام لقيته بيقول لي: الوسطى حمدان مظبوط؟ أيوة أنا الوسطى حمدان، اتفضل أمرني. بس فأنا كنت عايز أعمل نقاش البيت عندي، ولما سألت على نقاش كويس ولاد الحلال بعتوني عندها. حسيت إن في جبل انزاح من على قلبي. شغلانة كويسة هاخد منها قرشين كويسين، وعلشان أحط رجلي في الشغلانة قلت له: هو المكان فين؟ عايز أجي أشوف البيت هيتكلف إيه وهيكون إيه نظام الشغل. وبعدها رحت معاه وشفت البيت. كان دور واحد وشكله متجدد، والحقيقة كان في منطقة بعيدة شوية، بس ده ما كانش شاغل بالي. كل اللي يهمني إن الشغلانة ما تروحش مني. ده اللي خلاني أتفق في مبلغ مقبول مع الراجل، وبالمرة أبقى عملت اسم في مكان جديد. رجعت في اليوم ده بعد ما أخدت عربون من صاحب البيت، ورحت اشتريت المون اللازمة للشغل، واتصلت على شوقي الصنايعي اللي كان بيطلع معايا باليومية. بلغته بالشغلانة وقلت له إننا هنتوكل على الله بعد الفجر على طول. قبل الشمس ما تطلع كنا في البيت ومعانا كل حاجة. ساعتها طلبت من شوقي يخرج يشوف أي مطعم يجيب منه كام سندوتش علشان نفطر، ولما يرجع يعمل لنا 2 شاي. على ما أكون أنا نصبت السلم وجهزت العدة. وبعد ما شوقي خرج قمت أنا أجهز الحاجة، ويا دوب لسه بنصب السلم وحسيت بحركة ورايا، وساعتها قلت بدون ما التفت: لحقت تروح وتيجي بسرعة يا شوقي؟ حركة فضلت مستمرة بدون ما يرد على كلامي. ده اللي خلاني أكمل نصب السلم بسرعة والتفت أشوف ما بيردش عليا ليه. وساعتها بصيت ورايا وأنا بقول: ما بتردش عليا ليه يا واد يا شوقي؟ لساني انعقد لما لقيت الصالة فاضية وباب البيت مردود زي ما شوقي سابه وهو خارج. بدأت التفت حوالين نفسي، وساعتها حسيت بحركة في السلم. بصيت أشوف إيه الحكاية، ولقيت إن الحبل اللي بيمسك السلم في بعضه كان بيتهز. في اللحظة دي لمحت شكارة أسمنت فاضية بتتهز في الصالة، بس مشغلتش بالي بيها لأنها كانت في وش الشباك المفتوح. كده أنا فهمت، هي اللي عملت الصوت ده لما اتحركت. شوية هوا دخلوا من الشباك حركوها وحركوا حبل السلم. بعدها رجعت أكمل الشغل اللي كان في إيدي، وبعد شوية سمعت صوت الباب بيتفتح، وبعدها حسيت بخطوات حد ماشي في الصالة. بس المرة دي قبل ما أتكلم مع شوقي شميت ريحة الطعمية وهي سخنة، وبعدها لقيت إيد بتتمد من ورايا بسندوتش كان ريحته ملاش حل. أخدته وأنا نفسي مفتوحة للأكل، وساعتها قلت وأنا بفتح الورق اللي السندوتش ملفوف فيه: 2 شاي بقى علشان نحبس ورا الأكل ونبدأ الشغل. رحت قعدت فوق جردل المقلوب وبدأت أفطر. كنت حاسس بحركة شوقي وهو بيجهز الشاي، وبعد ما أخدت لقمتين من السندوتش سمعت صوت تليفوني بيرن. حطيت السندوتش جنبي
علشان أعرف أطلع التليفون من جيب البنطلون. وأول ما بصيت في شاشة التليفون لقيت إن شوقي هو اللي بيرن عليا. قلت في سري إيه العبيط ده؟ يعني قاعد ورايا وبيعمل الشاي وفي نفس الوقت بيرن عليا. بصيت ناحيته أشوفه بيرن عليا ليه، بس اتفاجئت إنه مش موجود. حتى عدة الشاي كانت في مكانها وكأن مفيش إيد اتمدد عليها. وقفت في مكاني وأنا مذهول، ولقيت عيني بتروح على الأكل اللي سبته من إيدي علشان أتفاجئ إن الأكل كمان مش موجود. كنت بلف حوالين نفسي وعقلي هيطير. الواد شوقي مش موجود والسندوتش نفسه مش موجود، حتى باب البيت متوارب زي ما هو. لقيت نفسي بفتح المكالمة وبرد عليه وبقول له انت فين يا شوقي؟ بقول لك يا معلم حمدان، عاوز سندوتشات الفول بالزيت الحار ولا من غير؟ هو انت خرجت تاني ورحت المطعم؟ خرجت فين يا معلم؟ ده انا من ساعتها بلف على مطعم لما نفسي اتقطع. المنطقة دي ما فيهاش غير مطعم واحد وبعيد عن البيت. في اللحظة دي قلت بصوت مهزوز وانا مش فاهم حاجة هات اللي تجيبه. بعدها قفلت المكالمة معاه وانا حاسس اني في غيبوبة، مش فاهم ايه اللي حصل. ده انا لسه حاسس بطعم الطعمية في بوقي، وفي نفس الوقت الواد شوقي ما جاش ولا جاب سندوتشات. هي ايه الحكاية؟ قلت اكبر دماغي واركز في الشغل. رجعت من تاني اجهز في العدة، بس لقيت جسمي بيتجمد من الخوف، لان لما عيني جت ناحية السلم شفت جنبه واحدة قاعدة في الارض. كانت لابسة قميص ابيض وشعرها سايب ونازل على وشها. مكنتش عارف اتصرف ازاي. يعني لو شوقي دخل فجأة دلوقتي هيقول عليا ايه لما يشوفها معايا؟ في الوقت ده قلت لها انت مين؟ كانت بتبص في الارض وكأنها مش سامعاني، وساعتها قررت سؤالي عليها. انت مين يا ست؟ بتعملي ايه هنا؟ ساعتها بس ردت عليا وقالت نعيمة ما ماتتش موتة ربنا زي ما بيقولوا. ومجرد ما سمعت كلامها رجعت لورا. ما كنتش فاهم مين نعيمة ولا ايه حكايتها، ويمكن ده سبب حالة الصمت اللي كنت فيها. كنت حاسس بخوف لان دي حاجة بتحصل لأول مرة معايا، وحسيت بخوف اكتر لما باب البيت اتفتح ولقيت شوقي داخل بالسندوتشات وهو مش واخد باله من الست اللي قاعدة جنب السلم. كان ساعتها بيتكلم عادي وبيقول لي معلش اتأخرت عليك يا اسطى حمدان، بس متعوضة. شوية سندوتشات بقى ايه يفتحوا النفس على الشغل. وقفت ابص له وانا متخشي، ولما سألني عن سبب الحالة اللي كنت فيها بقيت محتار اقول له ايه، ولقيتني بشاور ناحية الست علشان اسأله ان كان شايفها ولا لا، لكن لقيت مكانها فاضي، وايدي فضلت ممدودة ناحية السلم اللي هي كانت جنبه، لدرجة ان شوقي قال لي هو في حدا في السلم يا اسطى حمدان؟ لما سألني حسيت نفسي بفوق من غيبوبة، وبصراحة كده فسرت اللي حصل معايا على انه هلاوس. اصل شهرين بدون شغل ونفسية الواحد كانت في الحضيض، وفجأة يجي الرزق لحد البيت. ممكن ده يكون حصل من الفرحة، بس فرحة ايه اللي تخلي الواحد يشوف واحدة وتقول له نعيمة ما ماتتش موتة ربنا؟ كان لازم ابدأ شغلي لاني قابض عربون من الراجل، والشغل مفيش فيه لا هزار ولا عواطف. من وقت للتاني كنت بلتفت حوالين مني بسبب اللي حصل معايا، بس اليوم فات عادي ولا حصل اي حاجة. ويوم ورا التاني والدنيا كانت ماشية معايا زي الفل لغاية اخر يوم في الشغلانة، وهو اليوم اللي هسلم فيه الشغل لصاحب البيت. في الوقت ده كنت حسبت شوقي وسابني ومشي، لان الشغل خلص خلاص، وفضلت موجود لحد صاحب البيت ما يجي يستلم مني ويديني بقى حسابي، لكنه اتأخر وما كانش قدامي غير اني انتظره. بس وانا منتظره حسيت اني عاوز افك زنقتي،
رحت دخلت الحمام وخرجت، بس لما خرجت فضلت واقف متنح. البيت رجع زي ما هو، شغل النقاشة اللي اشتغلناها اختفى. حيطان على الأسمنت، كنت ببص للسقف والحيطان وأنا متنح لحد ما سمعت نفس الصوت اللي سمعته قبل كده. الصوت كان جاي من ناحية السلم وكان بيقول: نعيمة ما ماتتش موتة ربنا زي ما بيقول. في الوقت ده شفت الست واقفة تاني قدامي، وكانت بنفس هيئتها اللي شفتها فيها أول يوم جيت فيه هنا، وهي قاعدة نفس قعدتها جنب السلم. ساعتها قربت منها وقلت لها: انت مين يا ست انت؟ أنا الحقيقة اللي محدش صدقها، أنا الحق اللي ضاع، والسر اللي مهما يحاولوا يدفنوه مستحيل هيندفن. التراب بيدفن الأموات بس ما بيقدرش يدفن الحقيقة لأنها مش بتموت. أنا مش فاهم حاجة. ونعيمة كمان ماتت وهي مش فاهمة حاجة. كل نفس بتتقتل ظلم بتموت وهي مش فاهمة ماتت ليه. علشان كده بترجع ولازم تعرف هي ماتت ليه. وأنا إيه علاقتي بحكاية نعيمة دي؟ طالما دخلت البيت ده يبقى ليك علاقة بيها. أصل مفيش حد من هنا صدق اللي حصل، لكن انت غريب عن هنا. يمكن لما توصل الرسالة حد يحاول يعرف الحقيقة، برغم ان اوانها فات، بس ارواح اللي بيموتوا ظلم بترتاح لما الحياة تتعرف. اي نعم معرفتها مش هترجع عمرهم اللي انتهى ظلم، بس بيرتاحوا. أمال انت مين؟ انا نعيمة يا اسطى حمدان. بمجرد ما قالت كده أعصابي ثابت. لحظة إدراكي إني واقف قدام شبح أو روح حد مات كان شيء مخيف. ده الواحد ما بيبقاش على بعضه لو شاف حد ميت، ما بالك بقى لما يقف قدام عفريتة. كنت بتهته في الكلام وأنا بقول لها: قصدك عفريتة نعيمة؟ اسمها روح نعيمة يا اسطى حمدان. بس قول لي الأول، عجبتك الطعمية؟ بلعت ريقي وقلت لها: طعمية ايه؟ اللي أكلتها من إيدي أول يوم دخلت في البيت. لقيت نفسي بخبط كف على كف وانا بفتكر سندوتش الطعمية اللي كلت منه بعدها اختفى. ساعتها قلت لها: هو انتي اللي ورا الحكاية دي؟ في اللحظة دي ضحكت ضحكة مخيفة وهي بتقوم من مكانها، بدأت تقرب مني، وساعتها ملامحها ظهرت من ورا شعرها. كانت مشوهة لدرجة مخيفة جدا، جلد وشها واقع وأسنانها طالعة لبره وعينيها زي ما تكون هتخرج من مكانها. ولما شافتني مرعوب كده قالت لي: خايف من شكلي؟ أمال أنا أعمل إيه؟ يعني ليا حق أرجع وأعرف إيه اللي خلاه يعمل فيا كده؟ هو مين اللي عمل فيكي كده؟ صلاح اللي جابك هنا عشان توضب له البيت ويتجوز فيه بعد ما خلص مني. لما دخل عليا المطبخ وانا قاعده قدام البوتاجاز وكنت بقلي الطعميه، ساعتها شال طاسه الزيت اللي بتغلي وصبها فوق راسي، وبعدها حطها مكانها تاني وطلع يزعق في الشارع ويقول الزيت وقع على نافوخ نعيمه، الناس اتلمت واخدوني للمستشفى. بس ملحقتش اوصل هناك، ولما جيت الدنيا تاني عرفت انه عمل كده عشان يخلص مني، لانه كان رايد واحدة غيري، وهو كان كاتب البيت باسمي لأسباب شخصية، وكان عارف اني مش هوافق. ده اللي خلاه يعمل عملته اللي رحت ضحيتها علشان ياخد البيت. انا جيت اقولك علشان خلاص حقي قرب يرجع، ولما حقي يرجع السر هيندفن للأبد، لأن محدش يعرف باللي حصل غير صلاح، ولما يجي عندي السر هيموت معاه. عشان كده انت لازم تقول اللي عرفته وتوصل الرسالة لأنها أمانة. قول إن نعيمة ما ماتتش موتة ربنا زي ما بيقولوا، وإن روح نعيمة هي اللي بلغتني.
في اللحظة دي اختفت من قدامي، بس مع اختفائها سمعت صوت خطوات بتقرب من الباب، واتفاجئت إن البيت رجع لطبيعته تاني. شغل النقاشة اللي عملته ظهر من تاني. قلت ده صاحب البيت جاي يحاسبني، بس لقيته واحد غريب أول مرة أشوفه. وساعتها قال لي: الأسطى حمدان؟ أيوة أنا. عم صلاح صاحب البيت عمل حادثة وهو في المستشفى بين الحياة والموت، علشان كده ما جاش يستلم منك البيت واتأخر. أصل أنا ابن أخوه، وكنت عارف إنك شغال في النقاشة، وكان هيستلم منك النهاردة. أنا لسه جاي دلوقتي من المستشفى وقلت أبلغك برضه، وباقي حسابك عندي يومين وتيجي تاخدهم مني إن شاء الله. في اللحظة دي افتكرت كلامها اللي سمعته من دقايق لما قالت إن حقها هيرجع. اشمعنى عمل حادثة في اليوم اللي هيستلم مني الشقة؟ واشمعنى بعد ما سمعت منها الكلام ده؟ وهل فعلا أرواح اللي اتقتلوا ظلم بترجع تاخد حقها بنفسها وتسيب رسالة بالحقيقة اللي محدش صدقها؟ عمري ما حسيت بالحيرة دي قبل كده، بس كل الأسئلة دي كانت إجابتها كلمة واحدة: أكيد. أمال أفسر بإيه اللي حصل ده؟ ما كانش قدامي غير إني أواسي ابن أخو صاحب البيت، وبعدها سبته ومشيت بعد ما اديته نسخة المفتاح اللي كانت معايا، وقلت له إني راجع بعد يومين أشيل باقي العدة وآخد بقى حسابي. وفعلا رجعت بعد يومين للبيت، وكان في انتظاري. اداني بقيت حسابي، وعرفت منه إن صاحب البيت مات في نفس اليوم بالليل. ولقيت نفسي بعزيه، وبعزيه في سري في نعيمة مرات عمه اللي ما بقاش حد عارف سرها غيري دلوقتي. وطالما القاتل مات زي المقتول تبقى الحكاية اتقفلت خلاص، لكن في أمانة أنا شايلها لازم توصل، وكنت عامل حسابي إن أوصلها. كان في جيبي ورقة كبيرة متطبقة كتبت فيها: نعيمة ما ماتتش، موتت ربنا. نعيمة ماتت مقتولة، وإن روحها هي اللي بلغتني. عملت زي ما طلبت مني بالظبط، وساعتها خرجتها بدون ما ياخد باله، وهو مشغول في باب البلكونة اللي كان معصلب، وسبتها في غطا لوحة الكهرباء بتاعت الشقة قبل ما امشي، لحد ما يلاقيها صاحب النصيب اللي مكتوب له يعرف الحقيقة. زي ما أنا ما خرجت من البيت بعد شهرين كاملين علشان كان مكتوب لي أعرفها. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير، واشوفكم في القصة اللي جاية.